عنوان حلقتنا النهاردة عن لما حلمك بيتأخر بس اللي جاي ايه؟ قصة سيدنا يوسف بس بطعم تاني. في ناس تحب تحكي الحكايات علشان تعلم، وفي ناس تحب تسمعها علشان تطمن. الحلقة دي مش وعظة ومش درس، هي حكاية بس من زاوية تانية، زاوية بتقول ان التأخير مش دايما خسارة، وان الوجع اوقات بيكون تجهيز. البداية اللي شكلها ظلم بس كانت بداية كل حاجة. يوسف طفل صغير حلم حلم ضخم، بس أول رد فعل على الحلم إخواته غيرانين ورموه في بير، واتباع كعبد، واتسحب من حضن أبوه لمكان ملوش فيه حد. في الحياة الواقعية في ناس أول ما تقول نفسي أعمل حاجة كبيرة تلاقي أول رد فعل هو الخذلان، أو حتى خانت من أقرب الناس ليك. زي واحدة قررت تبدأ مشروع وصاحبتها خانتها وسرقت فكرتها، وزي شاب بدأ يذاكر لبعثة وأهله قالوا له ركز في الشغل أحسن. بس العجيب إن ده بيكون أول خيط في الحكاية. وأحب أقولك اللي بيبان بداية تعب ممكن يبقى باب جديد بيتفتح من غير ما تاخد بالك. أوقات الظلمة بداية النور، لما الناس تاخدك بظنك بس انت عارف قيمتك. يوسف كبر وبقى في بيت العزيز، حاول يعيش صح بس اتظلم تاني. قصة كليشيه صح؟ يمكن، بس اتكررت مع ناس كتير. حد بيشتغل بأمانة ويتفصل ظلم، واحدة محترمة والناس تسيء الظن بيها لمجرد مظهرها. لكن يوسف مخلاش ده يهزه، ما فقدش إحساسه بنفسه ولا خلى نظرة الناس تعميه عن اللي جواه. في علم النفس بيسموه ده سيلف فاليديشن، يعني تبقى انت مصدر تأكيد لنفسك مش اللي حواليك. واحب اقولك ممكن كل الناس تسيء فهمك، بس لو انت متصالح مع نفسك ده كفاية تمشي بيه المشوار. لما تبقى في الحتة الغلط بس تعمل اللي عليك. السجن مكان خانق مظلم مفهوش امل، بس يوسف ما استسلمش، بدأ يساعد اللي حواليه، يفسر الأحلام ويسمع ويطبطب ويوسع المكان الضيق. في الواقع في ناس محبوسة في ظروف مش بإيدها، واحدة محبوسة في جواز تعباها، واحد في شغل بيموت فيه موهبته، بس في وسط كل ده تلاقيهم بيعملوا فرق حوالينهم. ده بيسموه في السيكولوجي المرونة النفسية أو ريسايلنس، إنك تخلق من الوجع معنى. وأحب أقولك الحتة اللي مضايقاك ممكن تبقى هي المكان اللي بتعرف فيه انت مين بجد. لما الحلم يجي بعد وقت بس يجي كبير. يوسف خرج من السجن مش مجرد خروجه، لأ، بقى راجل الدولة، بقى اللي الناس كلها بتلجأ له حتى الملك. حد تاني ممكن كان يخرج من السجن وهو محطم سايب حلمه وراه، بس يوسف كان بيزرع في الضلمة ووقت النور جه. الناس في الدنيا دي بيحصل معاهم كده كل يوم، زي اللي بيقدم في منحة 5 مرات ويرفضوه، في الستة يقبلوه ياخد جايزة عمره، زي اللي حلمت تشتغل في مجال معين وبعد سنين من الشغلانات الغلط لقت نفسها أخيرا في المكان اللي بتحبه. وأحب أقولك الحلم مش ضاع، هو بس كان بيستنى اللحظة اللي بيبان فيها أكبر من اللي كنت متخيله. لما تسامح وتبدأ من جديد. إخواته رجعوله وكان عنده كل الحق ينتقم، بس اختار يسامح مش ضعف ولا عشان هو نبي، بس لأنه عارف إن الغل بيحبس والمسامحة بتحرر. دي مش حكاية يوسف بس، دي حكاية ناس كتير حوالينا. زي أم سامحت بنتها بعد ما قطعتها سنين، زي صاحب شاف صاحبه بياخده على أخوانه وسامحه مش علشانه، علشان يرتاح هو. في العلاج النفسي بيقولوا إن المسامحة مش بتتعلق باللي أذاك، بتتعلق إزاي تتصالح مع نفسك علشان تعيش بسلام. وأحب أقولك أوقات البداية الجديدة مش محتاجة نسيان، محتاجة بس إنك تبطل تشيل. وأحب أقولك في نهاية حلقتنا إن اللي حصل مع يوسف مش حكاية زمان ولا بس لأنه نبي، دي حكاية أي حد حس يوم إن الدنيا قفلت وبعدها لقاها بتتفتح من حتة ما كانش متوقعها. التأخير مش دايما نهاية، والظلم مش دايما عقوبة، والسجن مش دايما آخر الطريق. ممكن الحلم يتأخر بس لو جاي من نيتك ومن قلبك هيوصل. وآخر حاجة أحب أقولها إن خلي إيمانك بالحلم أقوى من صوت الوقت، لأنه جاي حتى لو مش دلوقتي. وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، وأتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بجد، وأحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو في قصة أو حاجة عايزين نتكلم عنها الحلقة الجاية ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات.